صديقي الشطرنجي، السلام عليكم. كنت نزلت اللغز ده عندي على الصفحة وبنسأل هل هو مكسب أبيض ولا أسود ولا الموقف تعادلي. طبعا زي ما احنا شايفين إن الأسود بيرقي في خطوتين اتنين، ولكن الأبيض برضو عنده بيادق خطيرة. طيب ايه اللي هيحصل أو الأبيض اللي عليه اللعب دلوقتي، وهل يقدر يكسب فعلا؟ تعال نشوف. دلوقتي المطلوب منه ان هو يتحرك باحد الثلاث بيادق عشان يرقي واحد منهم، ده السيمبل لوجيك. تعال الاول نشوف لو اتحرك بالبيدق اللي في الاي فايل. طبعا ده الاختيار الاوحش. ليه الاوحش؟ لان انا هرقي بكل بساطة. لو رقى معايا انا بسيبه يرقي عادي، ولو جاب وزير بهذا الشكل بديله تشيك يمشي، بكسر الوزراء في بعض واروح اقرب للبيدق اللي هيرقي، وبعد كده اطير ببيدق الاتش. طيب يبقى اذا الاختيار الاول مش انسب حاجه. الاختيار التاني للابيض وهو دفع بيدق الدي بون بهذا الشكل عشان ارقي، ولكن اللي مش ملاحظه ان انا اسرع بكتير، لان انا هدفع البون ده برقي في خطوه واحده. مهما زقيت البون بجيب انا وزير الاول، ولو رحت بهذا الشكل عشان تحمي مربع الترقية ممكن اجيلك في الاي 4 مهدد طبعا ان انا اكل. لو انت جبت وزير بديك كش واخد الوزير بهذا الشكل واقرب للبون، ويبقى البون وقع، وعندي ده خطير جدا بيرقي اسرع. تعالوا مع بعض نشوف الاختيار الثالث وهو الاي 6. جميلة جدا. وهنا الاسود عنده اختيارين، اما انه يقرب بالكينج عشان يمنع المربع ده، او انه يبوش البون، والاختيارين صح انهم يحققوا التعادل. بمعنى ايه بقى؟ لو انا دخلت بالكينج كده بهذا الشكل، على طول انا ممكن ادفع البون. لو كلوا بقرب بالكينج، عايز ارقي في 3 خطوات. هتقولي طيب انا برضو هرقي وهمنعك كده كده. هقول لك مفيش الكلام ده، ده انا برقي بكش، وطبعا ما ينفعش تيجي بالكينج في الاي 8، فلازم تروح في الاي 6، وبكده انا بدفع كمان خطوة بكسب تيمبو. ولو جبت وزير بجيب وزير وكسر الوزراء في بعض، وهنا تبدأ حرب من النقلات اللي لازم تكون محسوبة كويس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكينج البون ده بيرقي في 3 خطوات، تمام؟ فلازم الاسود يقرب له، تمام؟ ماشي. والابيض كمان لازم يخلي باله ان هو في الوقت المناسب يلحق البدأ ده البدأ ده بيرقي على طول. ليه؟ لان هو طبعا هيزقه خطوتين وبعد كده 4 خطوات للترقية. طب هيحصل الكلام ده ازاي؟ الاسود يقرب عشان الاول هو البون ده هو الاقرب، فالفكرة ان انا اروح اوقف البون ده الاول. الابيض يحاول يقرب عشان يجبره ان هو يمشي كمان بالكينج عشان يلحق البون، لان بكل بساطة لو الاسود في الموقف ده قالك انا هبوش البون، خلاص شكرا انا اسرع. فعشان كده لازم تكون النقلات محسوبة كويس. لما دخل بالكينج في السي 8، الكينج لازم يروح ياخد الاوبوزيشن على طول. ليه؟ عشان يمنع الزقة دي، لان الكينج اقرب، تمام؟ ماشي. الكينج برضو يخش في البي 8، وبنقلة الكينج في البي 5 انت كده بتعمل تيمبو للملك الابيض، وبتقول له انك لازم تيجي في مربع البي 7. ليه مربع البي 7 ومش مربع السي 7؟ لان بكل بساطة انا لو رحت في السي 7 البدأ ده خلاص انا ضامن المربع ده، فعلى طول هبوش البون ده وما بيتلحقش تماما مهما عملت بهذا الشكل. ما بيتلحقش تماما لانه بره طبعا المربع، تمام؟ طيب يبقى اذا الملك الابيض مجبر ان هو يعمل ايه؟ يروح في البي 7 عشان يقول له ان انا ممكن على طول ازق البون ده ورقي. فانت لازم مجبر انك تاكل البون ده في الوقت المناسب. طب هل كده الكينج يقدر يلحق البون ده؟ يقدر بكل بساطة جدا. انا هروح في السي 6. لو زقيت البون بمشي معاك بكل بساطة دياجونالي. في الدياجونال بمشي لان طبعا انا جوه كده المربع التخيلي بتاع البون، وفي الوقت المناسب بلحق البون وبلحق نفسي وبلحق الجيم. يبقى اذا ده موقف تعادلي، ولكن زي ما احنا شايفين اند جيم من اروع ما يمكن. محتاج حسابات كتير.
بشكركم على كل التعليقات الجميلة والمجهود في حل الألغاز، واشوفكم في حلقات جاية ان شاء الله، والغاز اقوى واقوى. والسلام عليكم. قبل ما اقول السلام عليكم لو سمحت لازم نعمل لايك ومتابعة عشان يوصل لكم المحتوى، ولو ما اتفرجتش على قناة اليوتيوب برضو خش اتفرج عليها، فيها حاجات وفيديوهات جميلة جدا هتعجبك ان شاء الله. واشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.